طالعين اليوم مشوار حلو مع ابو مصطفى. ابو مصطفى سواق تركي بيحكي عربي، وقلنا نقعد هون بالحديقة الخارجية تاعت الفندق لحد ما يوصل. ابو مصطفى وصل. فرجيكم السيارة من جوا. هون 6 ركاب توسع، قدام 2 ممكن. شهادتنا بابو مصطفى مجروحة، لأن ابو مصطفى من انبل والطف وأدب والأكثر احتراما في تركيا ما شاء الله. ابو مصطفى بياخذ $150 داخل اسطنبول كامل اليوم، وبصبنجة ومعشوقية بياخذ $250 طبعا كمان كامل اليوم. الاسعار هاي بتختلف موسم الشتاء عن موسم الصيف عن الربيع، حسب الأزمة حسب الطلب. هاي اللي هناك منطقة هالج اللي بياخذوا منها اليخوت والبواخر. عادة ناخذ مواصلات عامة، بس لما يكون عندنا عدة مشاوير بعاد بنفضل نطلع مع ابو مصطفى. حتى الطريق حلو ما شاء الله، السماء ما شاء الله لا قوة الا بالله. هاي منطقة أميرجان. الرجال بيحكوا علينا النسوان، صدقوا من أول ما طلعنا وأبو معن وأبو مصطفى هم بيحكوا. جينا على كافيه لافين روز في ترابيا، عندهم قعدتين خارجيات، القعدة اللي برا اللي شفناها وكمان هاي الحديقة الحلوة. ما شاء الله كرز. ثانك يو سو ماتش. عم بتقولي انه اغلب الزباين عندهم عرب كمان، طبعا عندهم اتراك كتير بس كمان عندهم عرب. كيك اللوتس وصل لعندهم. اللي دلتني على هذا المكان الجميل هي صاحبة الإماراتية أم حسن. يعني مش بس الله يسعدك يا أم حسن، يسعد كل أهل الإمارات والإمارات كلها. تقييمي للكافيه هون، المكان جميل جدا، مريح هادي رايق. الكيك شوي دسم، مش شوي كتير دسم. الكابتشينو بتجنن. هذا مول اوف اسطنبول اللي حابين يجوا عليه الطريق. جينا هلا على متحف شوكولاتة باليت شوكولاتة موزسي. فرجيكم اياه من جوا، انا حشوفه معكم طبعا لان ما بنعرفه. الله اكبر والعزة لله. اول ما دخلنا هاي ثريا، هاي ثريا، لا اله الا الله. افرجيكم اياها كيف هيك. لا اله الا الله محمد رسول الله. شوكولاتة والله العظيم، هاي شوكولاتة. هاي الأكواب من الشوكولاتة ضيفونا فيها، مو طبيعي لذيذ. هون المعرض. شكله رح ننام هون. دمار عاطفي ونفسي مو طبيعي. هون قسم الموالح. بتيفورات، بسكوتات. إني أغرق في بحر من الشوكولاتة. عشان نطلع المتحف فوق 40 ليرة لشخصين. والله شكله هون دمار. تفضل. هذا مو دمار عاطفي. طبعا كلنا عرب هون، مش عارفة ولا حد تركي غير. أبو معين يقوم بتجربة شلال الشوكولاتة. أبو مصطفى بقول القطعة الواحدة هي تقريبا 450 كيلو. هاي دارك شوكلت وهاي ميلك شوكلت وهاي وايت. كل اللي حوالينا مصنوع من الشوكولاتة، كله.
حتى الشميت اللي هناك شوكولاتة. هون في مدخل. الله الله، عاملين ساحة السلطان أحمد كلها من الشوكولاتة. هاي الهيبودروم، وهاي مسجد السلطان أحمد. الأخ هذا برج غلطة، وهذا مسجد معمار سنان، وهذا القطار الصغير اللي بشارع الاستقلال تقسيم. هذا مسجد السليمانية على فكرة. بس يعني يمكن خاني التعبير هديك اليوم لما قلت لكم احنا بنزور المقابر. احنا ما بنزور المقابر بهدف زيارة المقابر، لا، هو معلم أثري، معلم تاريخي فقط لا غير. لما بنكون هناك بنقول إن الله وإنا إليه راجعون، وبنقرأ لهم الفاتحة، الله يرحم جميع أمة لا إله إلا الله. هون على أساس سفينة سيدنا نوح عليه السلام. شوفوا التفاصيل الدقيقة اللي عاملينها، فظيعين بجنن. هون السلاطين والشخصيات المهمة بالنسبة للدولة العثمانية. هون شخصيات عالمية. معلش هذا بابلو بيكاسو، لوحاته حلوة كتير. وهون لوحات من الشوكولاتة كمان. وهذا إهداء لحفيداتي. اشتقت لكم تيتا حبايبي، على أساس القسم للأطفال، بس والله إنه بجنن. إحنا مبسوطين فيه أكثر من الأطفال. والله العظيم إنه مكان يثير السعادة. هي الشوكولاتة أصلا تثير السعادة. هناك المصنع، بس ما بيخلونا نصور عن قريب. هذا فيديو بالسرقة، ممنوع. لما تطلعوا من المتحف في معرض كمان كتير حلو. بدي افرجيكم كيف غلفوا لنا الشوكولاتات اللي اشتريناها حفاظا عليها ما تخرب. رجعت من بداية المحل عشان افرجيكم، لانه ما في شحن وما في واي فاي وما في كل. هلا اعطوني شاحن من عندهم، الله يسعدهم. هم بيسموا المطعم شاذلة، احنا بنقول شاذلي، شاذلة. وعاملين نفس فكرة مطعم ناملي في سركجي، البان اجبان كله للبيع. مش سركجي، كراكوي. اسف، مطعم ناملي في كراكوي. الخضار هون كلها اورجانيك، يعني الواحد بياكلها وهي نية. شوف ما احلى بتنجانة. هون اللي بحب يشتري ياخد معاه على البيت. الكل نصح ناخد من الكفتة هذيك اللي زي القطايف، شكلها محشية بالجبنة. هون تيجي بتنقي اللي بدك اياه وبتقول لهم اعملوا لي هيك وهيك. بقولوا عن الاتراك مش لطفة، هيا لطيف ما شاء الله عنهم. لا تردوش علي، والله في منهم انشف من النشافة. شوفوا شجر الزيتون ما شاء الله. هاي كلها القعدة الداخلية. هلكونا حركات الاتراك. شو نعمل يا جماعة؟ بدنا نضل نشتري؟ هلكنا وكله بجنن. هاي الحديقة الخارجية، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يبارك لنا ويبارك لهم ويبارك لكم يا رب. تخيلوا الجمال، لون أخضر مع أزرق مع أبيض مع أسود. هذول مصممين الأزياء طلعوا بيجيبوا الألوان من وين؟ من الطبيعة. هذا ساحل فلوريا، شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المطعم موقع خيالي، القعدة بتجنن.
الأكل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بالعافية علينا وعليكم، مو طبيعي. شوف الخدمات، هذا بالمطعم طبعا ما ضل عندي شحن بالمرة، مع إنه في عندي باور بانك وبالسيارة وهي أبدا كله خلص. شفت الفاتورة كم؟ 97 ليرة وشوي، يعني حتى ما وصلت ال100. كتير أرخص من نصرت وأنظف وأطيب وأحلى. شكرا كتير هند حبيبتي، وشكرا كتير مريم، الله يسعدهم الله يسعدهم كلهم اللي دلوني على هالمكان الحلو. صاحب المطعم ومدير المطعم عم بشكرهم كتير، لأنه في مسجد زي الفل، حمام زي الفل، مكان بجنن. يا جماعة تعالوا هون أرجوكم. شكرا إلى بازار فلوريا. الله راديو يلبسون. شوفوا التوت. بالإمارات بيسموه فرصاد. شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. البيت بلدي أورجانيك ما شاء الله. البندورة ناطقة ما شاء الله. كل أنواع الفاصوليا. يلا مين حيعرف؟ خرشوف خرشوف أرضي شوكي بس طازج. شوفوا كيف بيتقشر الأرضي شوكي. هون بدأ جزء الملابس. صبايا شايفين هاي لتقطيع الكستنة قبل ما تحطيها بالفرن، كتير أسهل من السكين. ركات البنات والاكسسوارات تاعت البنات، الله يسعدهم البنات. هدول مناظر واحجار الها ريحه حلوه، بنفس الوقت الواحد ممكن يستخدمها بالمواليد وهالحركات هاي. بالبازار بتلاقوا كل شيء. مطعم شاذلي اللي تغدينا فيه بمنطقة فلوريا جنب حديقة فلوريا والأكواريوم، وجنبه البازار، والبازار هذا كتير أرتب من بازار الفاتح. تذكروا انه يوم الأربعاء، فعشان هيك احنا كنا حاجزين أبو مصطفى من قبل عشان عارفين انه بدنا يوم الأربعاء تحديدا. بالنسبة للبازار ما تروحوا بالمواصلات العامة، ترى جدا متعب، طريق بعيد أول إشي وفعلا متعب وزحمة كتير على المواصلات العامة. الافضل تروح بتاكسي وترجع بتاكسي، وحتى بالرجعه خذوا باي تاكسي او اوبر، المهم يكون في تاكسي جاهز لكم. سالوني اذا مطعم شاذلي بيقدم دجاج، ما شفت والله دجاج، شفت لحوم بيبي فيل اللي هو العجل ولحوم خروف. انا اول مره اروح اكل في مطعم شاذلي، بس الحقيقه النظافه والترتيب كلمه حق، كاني في دبي، مش معقول شو ترتيب. مين بيعرف وين احنا؟ وين اجينا؟ مول فيا بورت فينيسيا. ما حد يسألني وينه، ابو مصطفى هو اللي جابنا. يلا نركب المركب، ناخذ هاد ولا هاد؟ تذكرة ب20 ليرة. هذا المحل حلو يا جماعة، لفت نظري هلا. تخيل يعني احنا في فينيسيا في ايطاليا. والله يا جماعة انا ما كنت ناوي اجي مولات بالمرة، لانه الحمد لله رب العالمين في دبي عندنا مولات يعني ما شاء الله، بس يشرح الصدر. صبايا هذا المحل عنده لبس حجاب بجنن، كتير حلو، توبة. وفي فرع له على فكرة بالصوفية وعمان، بس هون الفرع اكبر وكتير احلى. صبايا هذا كمان محل انجي، محل احذية كتير مرتب، بضاعته كتير حلوة. هذا الكافيه قهوته كتير طيبة، تحمس القهوة على كيفكم. محل جولدن روز ميك اب، عاملين 50% تخفيضات. انا صراحة ما كنت اعرفه، هي فيافي اللي دلتني عليه. شوفوا خلصنا من المول، شوفوا وين اجينا، على الفاتح. شوفوا السور،
من وين عمو؟ أنا من بلد تركيا. بس ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يسعدك. حتى العيران غير هون. كنت أشوف هذا السور دائما واحنا طالعين من المطار على الأوتيل، مو مصدقة إني أنا هلأ هون قاعدة قباله. الحقيقة أنا مش قاعدة قباله حتى، أنا قاعدة جنبه. أفرجيكم وين مطعم الموقع اللي أكلنا فيه المندي. شفتوا وين؟ والله يا جماعة الواحد مو قادر يفارق هالمكان الجميل. بيقولوا لي قيمي مطعم المندي. ايش اقيم يا جماعة؟ وين تقييمي؟ لو فرجتكم الصحون بالاخر اشي دمار بجنن كتير طيب. في حد بعت لي استخدم المواصلات العامة ولا استخدم تاكسيات ولا سواق. اول اشي هذا اشي برجع لك انت. في ناس بتحب سواق يجي ياخذها من باب الفندق يرجعها على باب الفندق ويضلوا معهم طول النهار، هاي قناعات شخصية. وفي ناس لا بتحب المواصلات العامة. وفي مشاوير حسب موقع سكنك ممكن تروحها مشي، في مشاوير ممكن تروحها بالترام، في مشاوير بالتاكسي ما بنفع الا بالتاكسي، في مشاوير ما بنفع الا مع سواق. بعدين في نقطة كثير مهمة، عدد افراد الرحلة، يعني عدد افراد العائلة 2 5، في بيكون عائلتين 3 مع بعض بتفرق. أنا شخصيا أغلب مشاويري مواصلات عامة، بس لما يكون مشاويري بعيدة زي اليوم مثلا عدة مشاوير وبعيدة بفضل آخذ سيارة مع سائق.